وفي رواية أخرى: إن لله ملائكة فضلا، وتقرأ فضلا وتقرأ فضلا، والفضل هو الشيء الزائد، الفضل هو الشيء الزائد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن الله جعل ملائكة، أو كما أن الله جعل ملائكة مختصة بالوحي كجبريل عليه السلام، وجعل ملائكة مختصة بقبض الأرواح ملك الموت، وجعل ملائكة مختصة بالنفخ في الصور، وملائكة مختصة بالرعد، وملائكة مختصة بالجبال، وملائكة الغيث، وملائكة مختصة بعذاب القبر إلى غير ذلك. فكما أن الله عز وجل جعل هذه الملائكة مختصة بأعمالها، جعل الله عز وجل ملائكة وظيفتها، أي خلقها الله عز وجل من أجل هذه الوظيفة، وهي أنها تسير في الطرقات وتبحث عن مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتمسون أهل الذكر.